انا نفسي افهم حاجه. احنا ليه لما بنروح اي مكان ولا اي عزومه تفضلي قاعده ساكته، ولا بتتكلمي كده ولا تاخدي وتدي مع الناس؟ انت ما خدتيش بالك ان خالتك جايبه لك عريس وعمال يسالك ويحاول ياخد ويدي معاكي في الكلام، وانت قاعده عامله كده وتردي على قد الكلمه؟ نفسي تبقي زي بنات خالتك كده، بيقعدوا ياخدوا ويدوا ويخلوا الناس تاخد عليهم. بصراحه انا مش فاهمه انت شخصيتك عامله كده ليه، ولا بشوف لك صحاب ولا بتخرجي ولا نيله. ماما، اولا انا عندي 24 سنه، يعني فرصي ما قلتش في الجواز ولا حاجه. وبعدين يا ماما في ناس كده بتحب السفر والفسح والخروج والتصوير، وفي ناس زيي مجرد التجمعات والكلام الكتير بيرهقهم. ماما انا بحب العزله، بحب اقعد في اوضتي براحتي، اخد كوبايه نسكافيه، اقعد اقرا كتاب، بحب اتامل. هي دي شخصيتي، ليه دايما بتحاولي تغيريني؟ وعلى فكره ناس كتير جدا من العظماء كانوا شخصيات انطوائيه، زي اينشتاين وبيل جيتس وغاندي وايليون ماسك. ماما انا كويسه يا ماما، سيبيني بس، انا بحب شخصيتي كده. غاندي؟ هو ده اللي انت فالحه فيه؟ تقعدي تقري لي كلمتين من على النت وتيجي تسمعهم لي؟ عموما الاسبوع الجاي هيجيلك عريس تاني، وياك حسك عينك تقولي له غاندي ولا ما غانديش. طفشوا لنا بقى هو كمان.